والانتصار حلو، وبالذات لما تفوز خارج ارضك بالظبط، ووسط الجماهير لا الكبيره وتيجي اللي بعد كانت معاناه. موجودة. لانك بص، اللي هيقول لك اي حد من جماهير الاهلي النهارده ما كانش خايف يبقى كذاب. لا كله خايف. انا بقول لك اهو، آه. كابتن اكرامي قاعد قدام اهو، وكابتن مصر والنادي الاهلي، ما كنتش خايف؟ لا. ايوه انا قلتها الحلقه اللي فاتت، قلت لا ان معلش، احنا انت تقول وهنرجع بص بالكاس يا حبيبي، ماشي انت تقول انما الواقع في اول نص ساعه وهم كمان بعد ما جابوا الجون يخوف. هم ما عملوش حاجه غير الجون اللي جابوه، والكره ثابته وجت جون، وانت ما عملتش حاجه خالص. لا ازاي بقى؟ زي الناس. الله. ما انا بقول لك بص، احنا هنتكلم كوره يا كابتن، بس لا ده ما كانش فيه كوره فنيات خالص يا كابتن. سيبك بقى من الفنيات خالص. انت محمد ابو سويلم النهارده النهارده يعني محمد ابو سويلم النهارده ما كانش فيه كوره في الملعب. ما تقوليش ايه محمد ابو سويلم؟ يعني الرجوله والجدعنه والاصرار ما فيش كوره فيه. ما هي دي سمه لعيبه النادي الاهلي طول عمرها يا حبيبي. ماشي، ما احنا بنقول ايه؟ اصل انت بتقول لي لا النهارده، لا احنا، لا هم كانوا هنا في الماتش اللي هنا احسن من هناك بكتير. احنا مش عايزين نتكلم على فنيات دلوقتي. لا، ما انا بكلم الكابتن. انت النهارده اللي كسبك الروح بتاعت اللعيبه طبعا. وانا عايز اسال سؤال بس، هي الروح ديت احنا اكتسبناها ولا موجوده عندنا؟ لا موجوده طبعا في النادي الاهلي على طول موجوده الروح ديت، والكابتن رضا يعلم. بس انت كنت خايف النهارده انما هتقول لي مش خايف يبقى انت لا انا بقول لك ما كنتش خايف. هو يعني بصراحه ده الجون دخل وقع تحت الترابيزه. لا مين اللي وقع تحت الترابيزه؟ ما تتكلم عادل يا رضا. تتكلم عادل. احنا النهارده عايزين نفرح يا كابتن. ايوه تتكلم عادل. كابتن ايه وقع تحت الترابيزه؟ احنا بنهرج. انا شفتك لا انا عايز اسالك سؤال. هو احنا في موقف تهريج دلوقتي؟ احنا في موقف فرحه. طب ماشي، ما احنا بنقول اهو لعبنا. انا بقول لك انت خايف. لعبنا وحش. بتقول لي لا مش خايف. لعبنا وحش، لاعيبتنا وحش، مدربنا وحش، لكن خدنا الكاس. كابتن اكرامي عايزين نفرح يا كابتن اكرامي. ايوه انا فرحان. بعد اذنك يا كابتن اكرامي، انت فرحان؟ طبعا. طب فين ده؟ مش باين عليك. ازاي بقى؟ يعني اقوم ارقص؟ ما تقومش ترقص ليه؟ الاهلي فاز النهارده بكاس افريقيا، ما انت ياما رقصت على فكره. اول رقصه في افريقيا كانت رقصتك يا كابتن. طب ايه بقى مالك بقى يا كابتن بس اكرامي؟ خلاص كنا صغيرين، لا لكن دلوقتي كبرنا بقى. اول رقصه ليك كانت يا كابتن اكرامي في 82 صح؟ كانت 82. رقصت انت وكابتن مصطفى يونس. كل اللعيبه رقص. كله كان بيرقص. بص هي وكله كان فرحان. روح النادي الاهلي كابتن رضا يعلمها جيدا. النهارده ما كانش فيه كوره، كان فيه عزيمه، كان فيه رجوله. الشوط الاولاني الاهلي كان بره خالص. ماشي. كان بره خالص لما اللعيبه هديت وقفت على رجليها. لا يا مهيب، لما هو رجع للمباراه باللعيبه اللي غيرها. ايوه امتلك المباراه بالظبط كده. ده اللي كنا بنقوله من الماتش اللي فات يا مهيب. تمام. واخد بالك؟ بس انت هقول لك على حاجه، هو لولا التغييرات بتاعت قفشه والسوليه ومحمد شريف انت كنت هتروح للجون؟ ما كنتش هتروح للجون ولا تستحوذ ولا تضغط.